تعالوا اعمل معاكم النهارده شويه كسكسي مصري فلاحي على اصول. بما اني ما بعرفش شكله غير لما انزل مصر بس، فكنت لازم اعمله في البيت، ومش اي عمايل، بطريقه بسيطه وسهله. من نص كيلو دقيق بس هطلع الكميه دي كلها من غير بقى ما استخدم غربال، وفي حله عاديه عندي خالص موجوده في البيت عملت احلى شويه كسكسي مفلفلين مظبوطين زي ما الكتاب بيقول، وكفايه نظافته وريحته اللي زي الفل، وانه معمول بايدينا وتحت عينينا. كل اللي انا محتاجاه نص كيلو دقيق، يعني 3 كوبايات من مج الشاي الازاز العادي، وهستخدم الكبه بتاعتي. هحتاج لكل نص كيلو دقيق نص كوبايه ميه فتره متدوب فيهم رشه من الملح بايدي كده. وهبتدي دلوقتي بقى في مرحله الشغل ان انا احول الدقيق ده لكسكسي. بنزل ببق ميه صغير على الدقيق واضرب ضربتين 3 حلوين لحد ما الميه تختفي. بفضل اكرر الخطوه دي، بق ميه صغير واضرب ضربتين 3 لحد ما اخلص نص كوبايه الميه اللي انا كنت مدوبه فيها الملح من شويه. ولو ما عنديش الفتحه دي في الكبه بتاعتي حتى، اقدر ان انا اوقفها خالص وافتحها واحط بق ميه واقفلها وارجع اضربها تاني لحد ما الاقي ان الدقيق عندي اتحول لحبيبات رمل كده، وما فيهوش اي قطع متعجنه خالص، لا ده الميه متوزعه كويس قوي على الدقيق، وخلت كل حبايه متشبعه كويس بالميه ومستقله لوحدها كده. شاله بيضه بقى نظيفه، او حتى الفانيلات البيضه النظيفه مش هنكون هنستخدمها تاني، ممكن ناخدها نستخدمها في الميه. والشاشه دي بتتباع عند العطارين. هفضي فيها الكسكسي بتاعي بالطريقه دي والم الشاله بتاعتي كويس جدا. ونيجي بقى لاهم مرحله، وهي مرحله التسويه. تعالوا بقى اقول لكم احنا محتاجين ايه وايه الخطوات اللي هنتبعها بالظبط. هحتاج اوفق مع بعض حله ومصفى تكون على قد الحله. بمعنى ايه؟ ان الحله بتاعتي لما امليها ميه في القاعده كده، المصفى احطها فوق ما توصلش للميه تحت، تكون ساندة على اطراف الحله بالشكل ده. وهحط جوه المصفى الشاله بتاعتي بالكسكسي، وهقفل عليها كويس جدا، وهغطيها بالغطا عشان اقمر فيها الحراره والسخونيه بتاعه البخار. وبرفعها على النار. اول ما اسمع غليان الميه هديها نص ساعه على النار، وبعدين بطفي عليها وافتح الغطا. ونخلي بالنا ان احنا نكون ماسكين فوطه بايدينا او لابسين جلوفز، علشان بخار الميه بيكون سخن قوي. هفتح الشاله قدامي كده، ودي مش تكتلات ابدا، دي بس من الحراره وكتمتها، بفكها بايدي اهي بكل سهوله. يعني معنى كده ان هو ما وصلوش ميه، الحمد لله بدا يدخل في التسويه بتاعته المظبوطه. ونيجي بقى للخطوه اللي بعدها، وبعد ما بيهدى من البخار بتاعه والسخونيه ببتدي افضيه تاني في الكبه بتاعتي. بس المره دي هحتاج نص كوبايه من الحليب على الميه، ومعلقه سمنه اختياري جدا، ممكن ما نضيفهاش في الخطوه دي. وبنفس الطريقه هبتدي اضيف الميه بالحليب اللي انا عملته ضربتين 3. اضيف الميه بالحليب شويه شويه صغيرين خالص، واضرب ضربتين 3. ودي اللي اسمها رده الكسكسي. انا هردها في الكبه عشان ما عنديش غربال. لو الكبه بتاعتنا صغير ومش هتاخد كميه الكسكسي اللي احنا عاملينها، هقسم الخطوه على مرتين، وهفرد تاني الشاله بتاعتي قدامي وهفضي فيها كميه الكسكسي كلها، وافكه بايدي كده لو في اي تكتلات قدامي، او لو في كتل كتير ارجعها الكبه تاني واخدها ضربتين 3. المهم عندي انه يكون مفلفل كويس جدا. واعمل تاني نفس الخطوه، هاخد الشاي بتاعي واحطه في المصفى، ولو الميه قلت عندي طبعا بزودها شويه صغيرين، وارفع على النار لحد ما يبتدي اسمع صوت غليان الميه. هوطي خالص زي الشمع، وهسيبه نص ساعه كمان يكمل التسويه بتاعته. وبعدين تاني برفعه من على النار وافضيه بقى في الطبق بتاعي عشان افلفله قدامي كده بالطريقه دي. يعني على خطوتين بس اخدنا النتيجه المبهره قدامكم بالشكل ده. كسكسي لونه خطير، مستوي كويس جدا، ومفلفل فلفله الغربال. في الوقت ده بقى لو احنا هناكله مثلا الصبح نفطر بيه، او نتعشى بيه بالليل، هحطه في علبه محكمه الغلق واحطه في التلاجة. او لو انا عامله كميه كبيره احطه في اكياس بلاستيك واربطه كويس جدا وادخله الفريزر. وقت ما هيكون نفسنا فيه هطلعه من الفريزر واحطه في طاسه عندي، عليه بقى معلقتين 3 سمنه بلدي كده او زبده المتاح عندك واللي بتحبه طعم، ورشه صغيره من الحليب او الميه، وعلى نار هاديه جدا ابتدي بقى افلفله كده واسخنه كويس عشان يكون جاهز للاكل. وكل شويه بفتح الغطا واديله تقلبتين 3 افلفله، واقوم قافله الغطا تاني. اول ما بيسخن كويس جدا خلاص برفعه بقى من على النار واحطه في الاطباق بقى علشان ناكل منه. اللي بيحبه بالسكر البودره، واللي بيحبه بالسكر العادي، واللي يحب يضيف عليه شويه حليب سخنين كده يدفوا القلب، اعملوا اللي نفسكم فيه واللي بتحبوه انتوا وولادكم. واظن ريحته وجماله في الفيديو بيتكلموا عن نفسه. الريحه كانت قلب البيت،
والولاد كانوا واقفين مستنيين كل واحد طبق. وحقيقي دي بتكون لحظاتي السعيده. انا كده خلصت وصفه الكسكسي بتاعي النهارده خلاص، متاكده من سهولته وبساطته وحلاوته وقد ايه فتحت نفسكم عليه. هتقوموا تجربوا، وما تنسونيش من دعوه حلوه من قلبكم ولايك وشير للفيديو لو استفدتم مني. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.